السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. ان شاء الله هنبتدي فيديو جديد، وبس رجاء يعني ان كنت تعملي لي لايك، ولو كنت اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وتدوسي على زر الجرس، واختاري كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. النهاردة هنعمل فيديو جديد، ان شاء الله هيبقى حلو قوي وهتبقى حاجة مفيدة، حاجة تقليدية بنحبها كلنا، أكلة مفضلة بتاعتنا، خصوصا كانت قريب في العيد الكبير. بس أنا ما كنتش معاكم في العيد الكبير، فهنعملها بعد العيد الكبير. البامية، هي البامية دي أصلا حياتنا، يعني أنا بعشقها. بامية وخصوصا لما تبقى باللحمة الضاني بتبقى حاجة جميلة أوي أوي أوي. النهاردة هنعملها، وهنعمل شوية حاجات كده. يعني طبعا زي ما انتوا عارفين، تنظيف الأول الحوض، لازم نغسل كلنا المواعين، ولازم تبقى الحوض نضيف عشان نبدأ الأكل يبقى سهل. زي ما انت عارف، احنا ما بعرفش ابتدي في الأكل غير لما بقى أخلص المواعين الأول وأنضف الحوض. كده خلاص نظفت الحوض وغسلت كل الأطباق والحاجات اللي عليها، وبدأت في الأكل. طبعا هي أكلة ممكن تكونوا كلكم عارفينها، بس أنا حبيت أعملها معاكم عشان تشوفوا طريقتي فيها. احنا جبنا طبعا الطماطم وهنضربها في الخلاط. احنا بناخد حوالي يعني كيلو الا ربع كده طماطم، او اكتر من نص كيلو بشوية بسيطة، ونضربهم في الخلاط. وبنضرب برضو البصلاية، يعني متوسطة او صغيرة، يعني بس متوسطة، يعني متبقاش كبيرة قوي، في الكبة وتنعمها. وهنا بنعمل نسلق اللحمة طبعا. نحط المية ونحط فيها ملح وفلفل أسمر وبصلاية وورق لورا ومكعب مرق. وبنحط طبعا لو عندك حبهان، ما كانش عندي حبهان حط حبهان. وبنسيبها طبعا على النار. أول ما بتغلي بنحط فيها اللحمة ونسيبها تستوي. انا من النوع اللي بحب اسلق اللحمه قبل الاكل، علشان خاطر انا عندي كلهم بيحبوا الاكل، ولادي كلهم بيحبوا اللحمه وتكون طريه جدا، ما يحبوهاش يعني لا فيها بتشد ولا بتمضغ ولا اي حاجه، عايزينها طريه. فبضطر طبعا اسلقها مده طويله قبل ما احطها، لغايه ما تبقى تقريبا استوت، يعني بحطها في الاكل وهي مستويه خالص. وبتكمل طبعا كده بقى مع الاكل عشان تشرب من الصلصه وتعمل. هنعمل عبال ما اللحمه تتسلق، هنعمل الرز. احنا بنحط طبعا حاجه ماده دهنيه. انا النهارده حطيت زيت عشان انا بحبه يبقى خفيف شويه، عشان احنا هناكل لحمه ضاني وكده، فقلت يبقى الرز يبقى خفيف شويه، مش ضروري سمنه وكده. فحطيت زيت، وبحط معيار الرز قد معيار الميه. سوري، معيار الرز قد معيار المية. و... وبعد كده ونحط برضو الملح نفس المعيار، ونسيبها تغلي على النار. وكمان طبعا بنطمن على اللحمة، احنا بنحطها أول ما تبتدي تغلي. بنشيل الريم اللي يبقى اللي على الوش. بس هي طبعا اللحمة دي عشان خاطر هي أصلا مذبوحة في البيت يعني. فمش بتبقى مش زي ما تجيبها من الجزار وتبقى اتاخدت في ايدين كتير وكده. دي كانت لحمة اختي بعتها لي، فطبعا هي لسه مذبوحة في البيت، فما بقاش فيها ايدين مسكتها كتير، فبتبقى نضيفة، بتبقاش فيها ريم كتير. هنا حطيت الرز، واول ما غلي نقلته على الشياطة ووطيت عليه. وهنبتدي بقى طبعا نعمل بتاع ديت البامية، معلش اسفة نسيتها، البامية. وانا عموما كده كده يعني البامية دي، انا طول ما هي في الصيف، انا طول ما احنا في الصيف بناكل بامية. بجد بنحبها جدا طبعا. فبجيبها وبفرزها. انا بجيب وبفرز وباخد من اللي بفرزه، كل ما افرز اخد من اللي بفرزه، بس انا بفرز غيره. بس نوصل لاخر الفصل الصيف، يعني بكون شايله شويه كويسين عشان تنفعنا بعد كده لغايه ما تبتدي تطلع تاني يعني الباميه. هنا حطينا حته ليا طبعا،
ومكعب ليا، وحطيتها معلقة سمنة واحدة. وأول ما اللية ابتدت تنزل سمنتها، نحط البصلاية اللي احنا فرمناها في الكبة ونقلبها. وأول ما البصلة تبقى لونها يعني مش بني قوي، بس هي بتبقى لونها بني فاتح كده، بنحط ملح وفلفل أسمر، وبعدين بنحط الطماطم. وهي اصلا الصيف الخضار بتاعه بيبقى يعني مش كتير زي الشتاء. طبعا الشتاء بيبقى قلقاس وسبانخ وحاجات كتير حلوة. واصلا في الصيف احنا ما بنحبش ناكل خضار كتير، وما فيش حد بيقدر ياكل خضار كتير لان الدنيا بتبقى حر بقى وكده. فانا بعمل الحاجات البسيطة او الخضار اللي هو الموجود في الصيف. لكن انا ما بحبش اخزن في صيفي شتوي واعمله في الصيف، لان اصلا بيبقى حر. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه بيعمل طاقة. فاحنا لو عملنا الشتاء في الصيف هنلاقي الدنيا حر جدا، ما نقدرش طبعا ناكل قلقاس مثلا، او ناكل سبانخ، او ناكل الحاجات اللي هي بتطلع طاقة دي. بناكل الحاجات الخفيفة اللي هي الملوخية، البامية، الحاجات. وطبعا كل مدة هنا حطينا الطماطم وبعدين حطيت اللحمة كانت خلاص غليت مع الطماطم، وسبنا وغطيناها وسبناها تغلي على النار تتسبك يعني. وأول ما هتتسبك هنحط لها البامية. هنا ناخد اديها تقلبتين كده، وبعدين هنحط لها البامية. انا طبعا الباميه ديت كنت مفرزاها، يعني انا جبتها وفرزتها، وبعدين لما بعوزها بطلعها كده بتبقى اسهل طبعا من اني ابقى في نفس اليوم اقعد اقمع الباميه واعملها. فطبعا الاكله بتبقى صعبه كده، بتبقى اسهل. حتى لو انا مش هشيلها للسنه الجايه او للشتاء يعني. انا بحب اجيبها قبلها وما اعملهاش في نفس اليوم، يعني اجيبها واشيلها ويبقى يوم تاني اعملها. انا هنا كنت شايله شويه صلصه، لان الصلصه كانت كتير اللي انا حطيتها، فحطيت شويه تاني. بعد ما حطيت الباميه لقيتها عايزه شويه صلصه، حطيتها وحطيت لها الشوربه، زودتها بالشوربه وحاسبه. وانا حطيت شويه سكر، أو نسيت اقولها لكم ديت في الصلصه، لان هي بتبقى لازم تتحط عشان تعادل الحدوقيه بتاعه الطماطم، بتبقى احلى يعني. هنا هو حطيتها وهنا ابتدت تتسبك اهي زي ما انت شايف كده. طبعا شكلها جميل جدا. انا بحب لونها بيبقى فاتح كده، وما احبهاش الصلصه تبقى كتير غامقه، واحبها تبقى فيها يعني سايبه شويه كده. الصلصه بتاعتها مش مسبكه لدرجه انها تبقى ناشفه يعني. وبعد كده حطينا طبعا الباميه وقلبناها، وهنحط لها طبعا معلقه توم. معلقه دي يعني معلقه صغيره طبعا توم، يعني 3 4 فصوص توم كده بندقهم بشويه ملح وبنحطهم عليها، وبنسيبها بقى تتسبك وتستوي. ان شاء الله اول ما تستوي هتبقى في منتهى الجمال، وهتاكلوها وهتدعولي. وهو ده شكلها بعد ما خلصت. وكنت عامله بابا غنوج جنبها اهي نيك، بس انا ما عملتها لكوش طبعا عشان هيبقى فيديو طويل قوي. ان شاء الله المره الجايه هعملها لكم وتجربوها وبالهنا والشفاء وتدعوا لي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.